أنا ما فشلتش مرة، أنا فشلت 3 مرات. كنت ببدأ مشروع وأول ما أتحمس كل حاجة تقع، وأقعد ألوم نفسي، يمكن أنا مش شاطر، يمكن السوق وحش، يمكن أنا اللي ما عنديش حظ. بس اللي اكتشفته بعدين إن المشكلة ما كانتش في المشروع ولا في الناس ولا في السوق. المشكلة كانت إني ما كنتش فاهم نفسي كويس. في يوم بالصدفة شفت حاجة اسمها اختبار الأنماط، دخلت أجربه وأنا مش متوقع أي حاجة، بس أول ما طلعت النتيجة اتخضيت. أنا طلعت INFJ، وساعات بيطلع لي INTJ، وقريت الوصف ولقيته بيتكلم عني كأني أنا اللي كاتبه. فهمت ليه دايما ببدأ وبعدين أقف، ليه دماغي دايما شغالة بس مش بعرف أتحرك بسرعة. لأني بطبيعتي بحب أفكر قبل ما أبدأ، وبحب أفهم كل حاجة قبل ما أخد قرار. وكنت طول الوقت بشتغل ضد نفسي مش معاها. من وقتها قررت أبطل أعمل زي الناس، وبدأت أسمع لنفسي. قسمت يومي على طريقتي، اشتغلت بالريتم اللي يناسبني، وما عدتش بقارن نفسي بحد. وبدأت أحس بتغيير حقيقي، مش علشان اتغيرت، لأ، علشان فهمت أنا مين. في 16 نمط، وكل واحد فينا ليه طريقة بيفكر بيها، بيشتغل بيها، وبيعيش بيها. المشكلة إننا بنقارن نفسنا بحد مش زينا. علشان كده أنا سايب لك تحت في وصف الفيديو رابط مباشر للاختبار وملف فيه كل الأنماط عشان تعرف أنت مين. بس افتكر حاجة مهمة، مش لازم تتغير علشان تنجح، بس لازم تشتغل على طريقتك مش ضدها. وكل حاجة، كل بداية بتبدأ من نقطة.